1-2 مليارات الاهلي راحت فين؟ تعادل الاهلي مع زد النهارده فضيحه. صلي على النبي واخبط لايك وتعالالي. الاهلي بيتعادل مع زد النهارده. بص الاهلي جاب اخره، يعني الاهلي بيلاعب زد وجايب اخره بكل اللي عنده، بملياراته، بزيزو وبن شرقي وتريزيجيه وامام عاشور وكل الحبشتكنات دي. قلنا امام بيغيب فالاهلي بيغيب، حضر امام فالاهلي غاب برضه. ده الطبيعي يا جدعان. يعني الاهلي ولا نافع معاه مليارات ولا كل اللعيبه دي، ولا نافع معاه سيف زاهر ولا محمد شوقي ولا علي لطفي. ده علي لطفي النهارده بيدي الكره لتريزيجيه بيقول له تعادل. بس على الدغري يا جدعان، في حرب عالميه دايره وفي حرب محليه دايره في الدوري المصري. الدنيا خربانه. انت لو تبص على جدول الترتيب اللي هو زمالك بيراميدز سيراميكا اهلي، او اهلي سيراميكا، مش هتفرق. الاهلي بينافس سيراميكا على الثالث والرابع، والزمالك اول الدوري مرتاح بكل الظروف اللي عنده وكل الكوارث اللي عنده. والاهلي باستقراره الفني والاداري وكل المادي وكل اللي عنده ده والمليارات واللعيبه وكل ده يا جدعان، وكل الدنيا مرتاحه عنده. الاهلي في استقرار. مفيش حد عنده الاستقرار بتاع الاهلي في افريقيا عموما، ولا اللعيبه بتاعت الاهلي ولا فلوس الاهلي. وتخيل ان الزمالك بكل اللي عنده ده، الزمالك اول الدوري وفي المرتاح وبيكسب اي حد. انا لسه كاسب زد اللي انت مش عارف تكسبها دي. فنقول ايه يا جدعان؟ احنا نقول الزمالك احسن من اي حد في افريقيا. الزمالك بيلعب باسمه وبجمهوره، والزمالك اول الدوري. تخيل ان الاهلي معاه كل ده بقى، معاه اسمه وبطولاته وجمهوره وتاريخه وكل ده ولاعيبته وفلوسه وكل ده، ومش عارف يكسب. مش عارف يكسب زد. والله يا جدعان عيب عليكم. انا صعبان عليا جمهور الاهلي. جمهور الاهلي جات له حاله نفسيه يا جدعان. احنا اللي كانت جالنا حاله نفسيه من مشاكلنا، جمهور الاهلي حاليا بسبب النتائج جات له حاله نفسيه. جمهور الاهلي مكتئب قوي يا جدعان. والله صعبانين عليا اخواتنا الاهلاويه، صعبانين عليا قوي يا جدعان. بس على الدغري، في حرب عالميه دايره وفي حرب محليه دايره في الدوري المصري. انا حابب الموضوع ده، احب المنافسه. انا تعالى لي في المنافسه. 4 فرق بينافسوا بعض على الدوري المصري، بس انا هقول لك فرقتين: زمالك بيراميدز. الاهلي وسيراميكا بينافسوا بعض على الثالث والرابع، هيلعبوا كونفدراليه مع بعض، ملناش دعوه. بس انا عاجبني بصراحه الطريقه بتاعت الدوري السنه دي. عاجبني المنافسه اللي ما بيننا كلنا. المنافسه ان الزمالك جاي اصلا منين؟ الزمالك جاي من بعيد قوي. يعني احنا قلنا الزمالك مش هيكسب نص الماتشات اللي قدامه. الزمالك بسم الله ما شاء الله ما سابش ماتش غير لما كسبه. والاهلي بيوجب معانا، غريمي وحبيبنا ده بيوجب معانا يا جدعان. فاحنا لازم نكسب بيراميدز عشان نعلنها صريحه الزمالك بطل الدوري المصري. احنا خلاص الدور الاول كده يعتبر انتهى. تكسب بيراميدز، عندك ماتشين تخلصهم في السهل منه، تيجي يا باشا خلاص لاخر 6 ماتشات تحسم ال6 ماتشات دول. مش هيفرق معاك مين. الاهلي اديك شايف اهو. الاهلي انت تغلبه بناصر منسي، هات له ناصر منسي هتغلب الاهلي. الموضوع خلصان. وبيراميدز انت كعبك عالي، فما فيش فرقه هتقدرك في الدوري المصري بعون الله. بس الاهلي بملياراته، بلاعيبته، باستقراره الاداري، باستقراره المالي، باستقراره الفني، مش عارف يعمل اي حاجه في الدوري، وموجود في المركز الرابع او الثالث. هو وسيراميكا بيبدلوا الادوار. فانا بصراحه مبسوط من المنافسه اللي موجوده ما بين الزمالك وبيراميدز، والاهلي وسيراميكا على المركز الثالث والرابع. وباذن الله الزمالك يكسب بيراميدز ونتفوق ونقول الصداره زملكاويه عن جداره واستحقاق باذن الله. يا جماعه دعوات كل الزملكاويه. عندنا ماتش صعب جدا بكره. احنا كعبنا عالي، بس بيراميدز فرقه تقيله جدا جدا جدا. بيراميدز والاهلي عندهم اعلى سكواد في افريقيا، عندهم 3 فرق حرفيا. فاحنا لازم نركز في الماتش ده. الماتش ده انا متاكد ان الماتش ده ماتش الدوري. فباذن الله احنا لو خدنا الماتش ده احنا حسمنا الدوري. قدامك عندك ماتشين في الدور الاول وعندك 6 ماتشات في الدور الثاني، بس انت اكسب ماتش بيراميدز واكد الصداره، وباذنك يا رب الزمالك بطل الدوري. دعوات كل الزملكاويه. الاهلي بالمنظر ده انت تديله 6 في المرتاح. والله الاهلي بالمنظر ده، الاهلي عيان يا جدعان. والله الاهلي عيان. نادي زد لو عنده دفاع الاهلي ما كانش راح بكوره، لكن نادي زد بسم الله ما شاء الله ما عندوش دفاع خالص. هو بيطلع بالكوره كويس وعنده كوره هجوميه، لكن دفاع مفيش. فانت بالنسبه لك الاهلي سهل قوي، بيراميدز كعبك عالي. فباذن الله احنا هنكسب ماتش بيراميدز. ماتش بيراميدز هيجي بروح الزمالك
وبجمهور الزمالك وبالرجاله اللي في الملعب وبدعوات كل الزملكاويه. باذن الله الزمالك هيفوز على بيراميدز وهيأكد الصداره.